السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين عشان رمضان. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الصوبيا اللي هي البودر. دلوقتي أنا جايبة صوبيا بودر زي كده من عند أي حد عطار أو أي حد بتاع مستلزمات الحلويات، يعني هتلاقوها متوفرة في كل حتة. دلوقتي عايزة كوبايتين حليب أو لبن، وعايزة ظرف كوكس كده فانيليا بس، او اي فانيليا عندكم، ممكن سايلة بس اللي هو الفانيليا ديت بتبقى احسن، عشان يعني مش بتديها لون، لان الصوبيا بتبقى بيضة. ممكن فممكن الفانيليا التانية تديها لون شوية، فاحسن ظرف فانيليا زي ده بس وسكر حسب الرغبة. طبعا كمية الصوبيا عايزة 5 معالق كبار صوبيا بس. دلوقتي بقى هنجيب الخلاط. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده، احنا جبنا الخلاط، هنحط مج اللبن او الحليب، بسم الله. هنحط مجين لبن ومجين ميه، بس يا ريت يكون ساقع الميه، وبرده اللبن يكون ساقع. وده المج التاني، بسم الله. بص هتلاقي فيه قطع كده تلج. دلوقتي بقى هنجيب برضو مجين ميه ساقعه كده. دلوقتي هنحط مجين الميه، بسم الله، في المج. طبعا حطاه مطرح او مكان الحليب، عشان كده المية مدية لون ابيض. دلوقتي هننزل زي ما احنا شايفين ب5 معالق كبار، زي ما احنا شايفين كده الصوبيا. دلوقتي بقى هنحط كده الفانيليا، طبعا السكر حسب الرغبة زي ما قلت لكم. دلوقتي بقى عايزه اقول لكم انا تركية من عندي كده، بحط معلقه جوز هند. هي طبعا فيها جوز هند، بس انا من عندي كده يعني بزودها، بس بصراحه بتدي طعم حلو جدا. دلوقتي كده هنضرب عادي، وكده الصوبيا بعد ما خلصت. وبالهنا والشفا، بجد جربوها هتلاقوها تحفه. كل سنه وانتم طيبين. متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.